انكسرت وقلبي اتكسر، احساس بالظلم، وواحد مات فجأة رجع تاني للحياة. مهما تعمل ربنا هو اللي هياخد حقك. السلام عليكم. انا امبارح انا مكتئب جدا جدا، يعني انا ما كنتش قادر اطلع اتكلم. احيانا في حاجات كتيرة جدا واحنا كدورنا على السوشيال ميديا، حتى لو مشاعرنا بتغلبنا ان احنا نطلع نتكلم ونعبر عن وجهة نظرنا. امبارح كان سمعنا خبر بوفاة لاعب الشاب احمد رفعت، لاعب نادي مودرن فيوتشر، شاب محترم جدا جدا عنده 30 سنة. انا من امبارح قاعد بسمع الفيديوهات واشوف فيديوهات وانا يعني مش قادر، والله العظيم ما قادر، وطلع بتكلم معاكم فعلا وانا تعبان جدا جدا والله من جوايا. حسيت الموضوع فيه رسائل ربانية رهيبة جدا، يعني رسائل ربنا بعتها لنا، ولكن مين اللي بيفهم رسائل ربنا وبيحاول ان هو فعلا يتعظ ويخلي باله منها، ومين اللي بتعدي جنبه الرسائل ومحدش بياخد باله، يعني عدت كده عادي يعني خلاص. رسائل ربانية من الاول خالص. كمية رسائل موجودة من احساس بالظلم، وواحد مات فجأة بسبب ان قلبه انكسر، وبعدين بعد كده رجع تاني للحياة. القصة دي أصلا قصة كبيرة جدا، إن إحنا بنكسر قلب حد أو بنظلم حد أو بنفتري على حد، وعادي يا جماعة. لأ، القلب بينكسر والقلب بيحس والقلب بيموت من الكسرة ومن الحزن، عادي جدا. خلي بالكم ممكن تقتل حد وأنت مش واخد بالك. معجزة ربانية إن أحمد بعد ما مات فعليا وهو في الملعب يقوم ويمشي ويروح ويجي ويطلع على التلفزيون ويبعت تاني رسائل ربانية ويقول ان انا حصل لي كده من حزن، انا انكسرت وقلبي اتكسر، وحصل لي كده عشان قلبي انكسرت وقلبي اتكسر. وتقريبا شهد ناس على وفاته وعلى موته اللي قبل كده واللي جاي، وقال ان في اللي حصل لي ده بسبب حد وفلان 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 يعرفوه. وانا مش عايز اتدخل في القصه دي خالص ولا تعنيني، عشان حقه هيرجع في الدنيا او في الاخره هيرجع، ما فيهوش خلاف. انا بتكلم شوفوا ربنا قال ايه، بعته من الموت عشان يشاور على اللي قتله ويموت تاني، ويقول ده سبب، يعني سبب موتي، يعني يقول بشكل واضح وصريح يا جماعه خلي بالكم محدش يزعل حد، اتعامل مع الناس كويس. بعت لنا رسائل كده سبحان الله، الرسائل من اللي شفته امبارح، القهرة والانكسار اللي شفته في اللقاء اللي حصل مع مدير اعماله نادر الشوقي، قهرة وانكسار واحساس بالظلم ومش قادر يتكلم وعايز يتكلم. النبي عليه الصلاه والسلام قال استعاذ منها، اللهم اني اعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. هو ده قهر الرجال، انا مش قادر اتكلم، انا عايز اتكلم ومش قادر اتكلم. حصل لاحمد رفعت وجع قلبي قوي، بس خلاني اقف واقول لا، هو ربنا بعت ده كله عشان يقول لنا خلي بالك. انا مش بقول للناس المؤذيه ان هم ما يأذوش، عشان هم هيأذوا، بس بقول لك انت ما تخليكش مؤذي. خلي بالك من كل كلمه بتقولها لاي حد شغال معاك اكبر منك، بتقولها لمراتك، بتقوليها لجوزك. خلي بالكم من كلامكم. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول الكلمه الطيبه صدقه. وراعوا كلامكم جدا وتتكلموا مع بعض، واوعوا تكسروا بعض. موت الفجأة مؤلم قوي. ربنا ادى لاحمد فرصه ان هو يعيش عشان يثبت لينا حاجات معينه ويبعت لنا رسائل. الله يرحم احمد. رساله الظالم والمفتري، والله 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 اي حد بيظلم مهما تعمل ربنا هو اللي هياخد حق احمد وغير احمد. اي ظالم مهما كنت ومهما عملت فربنا موجود. حسبي الله ونعم الوكيل في اللي ظلم واللي كان سبب في موت احمد. ان شاء الله حقه هيرجع. رسائل ربنا هنفهمها كويس ونتعظ بيها، ولعل وعسى ان شاء الله موت احمد يكون يعني فوقنا كلنا. الله يرحم احمد وربنا يثبت اهله.